النيت من قول ما فاد الأني لصاحبي رجال ولا نرجعه سير أبو بدر كم قيد لسني ما قد وصل منا إلي موجعه لقد توجعت أوجاني أني أشكي لأبو بدر صدره موسعه لضاقه ويتصل لي كل حين يشكي علي وقلبي يسمعه هو كان يوبه لي كأني له قرين معروفه تكاثر وما اشترت أجمعه وكان عايش مهنجم قبل حين والطبع حلي إذا بهزوا بعوه من حين وقع سوا كوده في عجين موتر مخرب وكم يصر وعوه كوده يصلح واخرش الكريم يرجع يدور لصاحب ينفعه في يوم الاثنين نجاني بالعشي خزن شوية وانا جالس معه جالس يجابرني وودع بالرحيل في خط مريض وقلت الله معه سرى طوال الليل في الخط الطويل مثل الأسد ماشي ولا حد يفزعه مشى وهو ساهر وربي له معي ليوم ثاني وجتنا الفاجعة من أمن شبوه عليهم في الطريق في اتصالات سريعة مفزعة قالوا فعل حديث وهو في النقيق وطاري مثل الميج لا جيت مسرعه في السايل رجع الموت ضحي وهو قاله في الراس رزوعه ضربه قفا راسه وضربه في الجبين من حينها مات وروحه ضاعه جاني خبر موته وهو قتل مقيل رجعت أبكي وعيني دمعه بعد نزلنا مشينا مسرعين والاتصالات متبعه وحن وصلنا وبه موكب عظيم قد غسلوا حتى الكفن قد رقع كان الوصول عندهم وقت العشاء واحمد قد وفوق صالون 4 فكيت وجهه ونوره مستبين قبلت وجهه وانا بنودعه مشينا طول الليل واحنا راجعين لوسط صنعاء قد الناس باكعا يوم الربع قمنا بدفنه مشرقين في وقت دفنه قد الناس فزعوه بكى على حمود قريبه والبعيد معيشتي بعده تساوي قوقعه في يوم 3 عام 2009 يوم 13 اخوها فاجعه لو عشت عمري عليك يا احمد حزين ما ردت لك ما كان تصنعه اسأل من الله رب العالمين في جنة الخلد يعلي موقعه ورحمة الله تخشى كل حين ومن نبيك إلهي شفعه وفوت حول أحمد على مر السنين وسورة الإخلاص إلى النفعه والختم صلوا على طه الأمين وآله الأخيار
صلاه متابعة